بتحسبيها دلوقتي ازاي؟ لان انت وصلتي دلوقتي لمرحله وبالذات السيزون ده انت محققه نجاح كبير جدا الحمد لله. بالشخصيتين، وناس كتير قالت عنك اللي دي اعاده اكتشاف ليكي، لان ظهرتي بشكل انت ما ظهرتيش بيه قبل كده، والمسلسل نجح بشكل كبير فكله الحمد لله. اتشاف. فهتحسبيها دلوقتي ازاي؟ هل انت من الناس اللي هتبداي بقى تفكري بطريقه مختلفه غير اللي بتفكري بيها قبل كده؟ لان في اعمال ساعات بتتعرض ناس بتقبلها بمجرد التواجد. لا انا مش هعمل كده. انا يعني انا خلي بالك، انا السنه اللي فاتت ما عملتش حاجه في رمضان لان الورق اللي جالي ما كانش حلو. ما رضيتش اعمل حاجه في رمضان السنه اللي فاتت عشان الورق اللي جالي مش حلو. انا بقالي شويه كده بنقي، مش عايزه اعمل اي حاجه لمجرد التواجد وخلاص. عايزه اعمل حاجه ناس تتكلم عليها، تنجح، انا احبها. اعتقد ان ممكن اخد بريك لغايه ما يجي لي ورق كويس مع ناس كبيره وناس مخرج كويس جدا، ممثلين تقال، عشان ما احسش ان انا بصراحه بعك. انا مش عايزه اعمل كده، مش عايزه استعجل. يعني ممكن يجي لي ورق حلو بس امكانياته ضعيفه، ممكن يجي لي كاست كبيره بس الورق ضعيف او الدور وحش، فاهماني؟ فهي هتبقى معادله صعبه جدا. مين من المخرجين اللي لسه تتمني ان انت تشتغلي معاهم؟ ده كتير قوي، انا ما اشتغلتش مع ناس كتير جدا. بس حد بتحبي طريقته؟ يعني مثلا استاذ محمد سامي زي ما هو كاريزماتيك في كل شغله وكل الحاجات دي، مين تاني تحبي تشتغلي معاه؟ عايزه تشوفي هيطلع منها ازاي؟ نفسي اشتغل مع استاذ شريف عرفة. ما اشتغلتش يعني ما اشتغلتش معاه خالص. اشتغلت مع حاج عمرو عرفة، مع استاذ احمد نادر جلال، استاذ رامي امام، ناس كتير يعني ما اشتغلتش معاهم، نفسي اشتغل معاهم. بس انت عامله حاجه حلوه برضو، عايزه اتكلم معاكي فيها، فكره وجودك في الدراما العربيه. مش ممثلات كتير بيتوح لهم الفرصه او بيقبلوا اللي هم يكونوا موجودين في حاجات مسلسلات عربيه، مع انها دلوقتي بتشاف كويس جدا طبعا جدا جدا طبعا جدا، وكونهم برضو يطلبوكي دي حاجه حلوه. طبعا. عارفه اللي انت عندك تجربه جزء تاني تقريبا من ادم، صح؟ ايوه. كلميني عنها برضو. بصي كنت بصور مقابله مع السيد ادم، الجزء الاول ده طبعا مع استاذ غسان مسعود ومحمد الاحمد، اخراج استاذ فادي سليم. انا بالنسبه لي دي كانت اول تجربه ليا في سوريا، ان انا اسافر سوريا واصور في سوريا. انبسطت جدا بالتجربه جدا جدا جدا. دور جديد لان انت بتعملي دراما سوريه، انت بتخاطبي الشعب العربي كله. مسلسل متشاف كويس جدا بره، سسبنس، جريمه قتل، حاجه بوليسي يعني. ف انا اتحمست للموضوع. هو حتى قال لي انه المسلسل هيبقى على جزئين، فعملنا الجزء الاولاني وبعدين اجلنا سنه وعملنا بعديها بسنه الجزء الثاني، عشان يبقى في فرق. هو دماغه التارجت بتاعه انه يبقى فرق، مثلا شعري يطول، مثلا وشي يتغير شويه عشان يبقى عدى وقت، في وقت عمر. هو دماغه غريبه جدا. استاذ فادي فظيع رهيب. وده اللي حصل فعلا. تجربه حلوه وانبسطت فيها، ويعني نفسي تكرر تاني وتالت لان انا كمان كنت مرتاحه فيها كمان. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.